تعد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري المقامة بالخرطوم آخر الورش المدرجة ضمن مصفوفة العملية السياسية رامية إلى تشكيل حكومة مدنية، كما نص الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي. نؤكد أن هذه العملية عملية سودانية خالصة قام بها ووضع أسسها السودانيين، وفي هذا المجال نؤكد أن شركائنا والداعمين لنا لهم منا التقدير والثناء. وتجيء ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في وقت لا تزال فيه القوى المدنية في حالة تشاكس سياسي، خاصة أن قطار الحرية والتغيير المركزي يتجه إلى تشكيل حكومة بمن حضر. إن قضية الإصلاح الأمني والعسكري هي أحد أهم أركان مشروع البناء الوطني، وهي ليست قضية تكتيكية قصيرة المدى مدفوعة بمصالح ضيقة، بل هي قضية وطنية استراتيجية تأتي ضمن تطلعنا لمشروع التحول السياسي الاقتصادي الاجتماعي المؤسسي الثقافي المتكامل. مجموعة الرباعية ودول الترويكا والسلك الدبلوماسي كانوا حضورا في هذه الورشة، حيث أكدت بعثة اليونيتامس بالخرطوم أن رؤية الورشة هي جيش وطني مهني موحد يتم إصلاحه وتحديثه تحت سيطرة مدنية. وإطلاق الجزء الأخير من العملية السياسية قبل التواصل إلى اتفاق سياسي نهائي. إن الهدف من هذه الورشة هو الوصول إلى فهم مشترك للإصلاح، وهذا يشمل الإصلاح العسكري والإصلاح لجهاز المخابرات وإصلاح الشرطة والدمج أو الإدماج والترتيبات الأمنية. انتقادات وجهت لهذه الورشة كون أنها تناقش شأنا عسكريا بحتا يحتاج لوجود خبراء عسكريين وليس ناشطين مدنيين حسب ما أكد بعضهم. جدير بالذكر أن الاتفاق الإطاري يواجه مقاطعة من الكتلة الديمقراطية والحزب الشيوعي وحزب البعث ونداء أهل السودان وكتلة التيار الإسلامي العريض.